عليكم ورمضان مبارك وكريم عليكم جميعا. صوت إشعار موبايل، جالك إشعار، فتحت لقيت خبر فضيحة فلان أو تسريب لفلانة. أول رد فعل بيحصل لنا فضول رهيب، بنعمل شير، بنبعت في جروب الواتساب شفتوا اللي حصل، وبندخل نكتب كومنت ونحكم على ناس إحنا عمرنا ما شفناهم ولا عرفنا الحقيقة فين. في عصرنا بنسميه ترند أو بنسميه الهجوم الجماعي. بس من 1400 سنة المدينة المنورة عاشت ترند مرعب هز بيت النبوة نفسه. شائعة دمرت أعصاب ونفسية أطهر بيت في التاريخ لمدة شهر كامل. النهاردة هنتكلم عن الكلمة اللي ممكن تقتل، وعن الترند اللي ظلم السيدة عائشة، وإزاي نتعامل لو الكلام ده حصل معانا أو قدامنا. فاصل وهرجع لكم تاني. ممكن تفتكروا إن الكلام ده جديد علينا وإن ده بس شغل سوشيال ميديا، بس الحقيقة إن النفس البشرية هي والوجع هو الأدوات بس هي اللي اتغيرت. زمان كان وسواس وكلام مجالس، والنهاردة بقى بوست وتويتر. تعالوا نسيب موبايلاتنا لحظة ونرجع بالزمن لورا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا السيدة عائشة البنت الصغيرة زوجة النبي راجعة من غزوة وتعبانة، وفجأة تلاقي المدينة كلها بتتهامس عليها. إشاعة بشعة اتألفت عنها، حادثة الإفك. والمصيبة إن الناس صدقت، ومش أي ناس، ده صحابة كبار اتجروا ورا الكلام. تخيلوا شعورها وهي مريضة ومش عارفة الناس بتقول إيه. لما عرفت بتقول: فبكيت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الوحي انقطع عنه شهر، مش عارف يدافع عنها ولا عارف الحقيقة فين، والضغط النفسي عليه رهيب. البيوت اتهزت لحد ما نزل القرآن ببراءتها من فوق 7 سماوات، وحط قاعدة خالدة بتقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. السؤال بقى، إحنا بنعمل إيه النهاردة؟ كل يوم بنشوف حفلة على شخص مشهور أو حتى شخص عادي متفبركة كفيلة إنها تدمر سمعة أي بنت أو تقطع عيش موظف. إحنا بقينا بنستسهل الشير، بنستسهل الخوض في الأعراض. قصة السيدة عائشة بتعلمنا إن نقل الكلام جريمة. ربنا سمى اللي بينقلوه من غير إثبات إنهم كاذبون، حتى لو هم اللي مش ألفوا الإشاعة دي. كما ذكر في القرآن الكريم: استلقونه بألسنتكم. يعني القرآن وصف المشهد بدقة. الكلمة بتتنقل باللسان قبل ما العقل يفكر فيها، زي زرار بالظبط. قبل ما تعمل شير لأي فضيحة اسأل نفسك: هل أنا متأكد 100% لو الخبر ده عني أو عن أختك أو عن أي حد قريبك كنت هتقبل الناس تنشره؟ لو الإجابة لأ، عايزة أقول بس كلمتين: أعراض الناس مش لعبة، الكلام بيروح وبيجي، واللي بيفضل الوجع اللي بنمر بيه. وسؤالي ليكم النهاردة: عمرك كنت ضحية لإشاعة والناس صدقتها؟ شاركوني تجاربكم، مستنية تعليقاتكم. أشوفكم بكرة في حكاية جديدة، وحكايتهم هي حكايتنا. رمضان كريم.